أكد مراسل بي إن سبورتس انتقال نجم منتخب مصر وروما محمد صلاح إلى ليفربول. نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب المصري محمد النني. مصطفى محمد متمسك بالاحتراف. موافقة الزمالك على انتقال إمام عاشور رسميا إلى ميتلاند الدنماركي. ميتلاند الدنماركي أعلن انتهاء موسم إمام عاشور. النادي الأهلي بيضغط على رمضان صبحي بعد هبوط ستوك سيتي. عمر مرموش إلى السيتي. ده له علاقة بأن هو شايف قدامه محمد صلاح. يا راجل ما عندناش يا راجل بقى. في جيل منتخب مصر للشباب 2011 كان في اسمين بارزين، محمد ابراهيم ومحمد صلاح. ولو سالت اي حد في الفتره دي مين نجم المنتخب الاول، اجابته اكيد محمد ابراهيم. كنت بتعتبر مين افضل لعيبه عندك؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان نمره واحد عندك؟ محمد ابراهيم كان ايه اللي يخلي كابتن ضياء السيد رياكشنه يبقى كده؟ انا هسيب لك صلاح هو اللي يرد بنفسه. محمد احسن لعيب مهاري في مصر، مهاري جدا اصلا. يعني كويس بالارض. مين احرف انت ولا هو؟ لا هو مهاري جدا. يعني الجون ده لو قعدت عمري كله مش هجيبه. يعني الجون ده لو قعدت عمري كله مش هجيبه. طب ايه اللي حصل؟ ليه محمد صلاح وصل للمرحله دي ومحمد ابراهيم بقى كده؟ رغم ان الاثنين نفس السن والاثنين احترفوا، وبالعكس بشهاده الجميع محمد ابراهيم كان الاعلى. يبقى الموضوع مش اختبار موهبه، في حاجات تانية هي اللي تتحكم في المسيره. انا تفكير عيل صغير بقى، فصحيت من النوم حجزت ورجعت. بجد؟ والله احنا عائلتنا في مصر شويه ما اتمرناش جامد هنا منتلي. طبعا انت عارف حكايه صلاح كلها، وانا مش جاي اكلمك عن عقليه صلاح خلال مسيرته، بس فاكر اللقاء ده تقريبا كان بيتنبئ بمسيره صلاح. صلاح كان اتألق في اولمبياد 2012، فجاله عرض من بازل السويسري والمقاولين وافق ساعتها واحترف. بس اللي محدش اتكلم عنه هي معاناه صلاح عشان ياخد الفرصه دي. عرض بازل لما جاله مش بس مسؤولين المقاولين رفضوا العرض، ده ما كانوش عايزين يقعدوا مع مسؤولين بازل ويتفاوضوا، وبيحاولوا يفشلوا الموضوع باي طريقه. ومش عارف يعني ايه سبب الرفض بالنسبه لنادي المقاولين العرب ان محمد يحترف هناك. ده احنا ما تعرضش علينا. هل ده مين اهو انا صاحب المعلومه دي؟ اهو انا معايا الورق اهو. خد بالك اللقاء ده عظيم في احداثه. سبب طلوع صلاح اساسا كان الضغط على اداره المقاولين العرب، فصلاح قرر ياخد الفاكس الرسمي من بازل ورد المقاولين بالرفض ويطلع بيه في لقاء مع كريم حسن شحاته. طب بص كده هتلاقي مسؤول المقاولين اتفاجئ وغير كلامه لما شاف الورق الرسمي. هل ده مين اهو انا صاحب المعلومه دي؟ اهو انا معايا الورق اهو. لا معاك رد من المقاولين العرب. رد من نادي المقاولين اهو. ورق المقاولين العرب النهارده طالع رد من نادي المقاولين ان هم رافضين ان الناس بتوع بازل السويسري يجوا هنا مصر ويتفاوضوا مع نادي المقاولين العرب. لا طريقة صلاح في الكلام بتبين لك يعني ايه عقلية، وانه عارف ان الفرصة ممكن ما تتكررش تاني. من الاولمبيات اللي فاتت دي يا باشمهندس اللي قبليها نيجيريا اخذت تاني وما سافرش منها ولا واحد. ما راحش ما احترفش في اوروبا. يعني وارد ان انا ما احترفش، ممكن بعد الاولمبيات ما احترفش، وممكن ابقى كويس وما احترفش، بس وقتها مش هحترف خالص بقى، هيبقى كل حاجه قفلت. لا رفض المقاولين ساعتها وانهم ما خدوش صلاح بجديه كان واقعي جدا، لان في الفتره دي كان التفكير كله يا اهلي يا زمالك، فكانوا بيتعاملوا معاه اكنه مجرد اندفاع لاعب شاب طموح، عارفين المستقبل وعارفين ان نسبه النجاح قليله جدا. قبل ما يدخل على الهوا انا هدا اقول له يا ابني روح الاهلي احسن لك وجماهيريه قال لي لا انا عايز احترف، انا عندي عرض من نادي بازل. اقول له ايه بازل؟ هي سويسرا فيها كوره، روح يا ابني الاهلي. تعرف بقى بنشتغل على الحاجات التفكير كان بتاع اللعيبه وقتها. كان عنده اصرار غير طبيعي. لا ثانيه يا عم شرنوبي، ده فشل المحترفين مش نجاحهم، انت نسيت ولا ايه؟ ما تقلقش العبث جاي اصبر عليا بس. انا بس حبيت اوضح لك ان نجاح صلاح كان نجاح فردي مطلق، بس لحد امتى هنعتمد على الاجتهاد الفردي؟ صافي عمر يا صافي. قبل ظهور صلاح كان تعريفنا للاعب الموهوب انه يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، كده هيلعب على اي حد، ما هو موهوب. لو في حد قال للكابتن حسن ان ميدو لعيب صغير يا ريت يجي يقول لي، هل النهارده في بني ادم عاقل في مصر كلها يقول ان ميدو مش المفروض يبقى موجود في منتخب مصر؟ ميدو كل فتره كان يطلع يقول ان صلاح ما عندوش كاريزما. في كتير. محمد صلاح انا في رايي ان هو لعيب واحد من افضل اللعيبه المصريين اللي جم في السنين الاخيره، لكن كاريزما زيرو. الكاريزما انا في رايي ان هم الاثنين ما عندهمش كاريزما، ولا صلاح حتى، ولا صلاح ولا محمدي. والحقيقه ميدو ما كانش بيوصف الكاريزما، ميدو كان بيوصف الانا اللي خلته ينتقل بين 11 نادي في 9 سنين وما يقدرش يكمل في اوروبا ويعتزل بدري. ميدو بدا يحاول يلفت الانتباه بانه يعمل مشاكل مع المدربين واللعيبه والنادي. الموضوع ده فضل يتكرر معاه طوال مسيرته. ستوب ايه؟ انا بقول لك انا همشي من اياكس، انا مش هلبس فانيله اياكس دي تاني. انتوا نادي ظالم، انتوا طخ بومبي طخ. اتخانقنا مع بعض خناقه ضرب، يعني اتخانقنا مع بعض وخناقه بتاعت كوره وشدينا مع بعض عشان احنا الاثنين شخصيات صعبه جدا. ابراهيم سعيد كان رايح من الاهلي لايفرتون، ودي نقله ما حصلتش قبل كده، وما كانش بيلعب زي ما متعود. فلما جات له فرصه ان هو يلعب اول ماتش وقدام ليفربول عشان يحاول يلفت الانتباه ليه، قرر يصبغ شعره احمر قدام الليفر. ده اللي خلاك تصبغ شعرك وانت مش عارف رد الفعل؟ بص هو من الفرحه نزل تلعب مباراه ليفربول
اول مباراه ليا مع ايفرتون. يعني انت ما كنتش سابق شعرك عشان تشتهر، لا عشان خالص تتعرف خالص. حسام غالي كان مقدم موسم كويس قوي مع توتنهام، وبسبب تبديله مارتينيول ليه رمى التيشيرت في وشه بعد التغيير، اللي هو ازاي تبدلني بنفس منطلق الانا والايجو. لو رجع بيك الزمن مش تعملها اللقطه دي؟ مش هعملها. هسمع كلام مارتينيول قال لي كنت هعملها في اوضه اللبس، انك قدام الجمهور كده بالنسبه لهم تيشيرت بتاع توتنهام دي حاجه مقدسه يعني. وفي فتره كده انا مسميها مقبره الدوري البرتغالي، صالح جمعه، محمد ابراهيم، شيكابالا وكهربا ولاعيبه تانية كتير، الرابط بينهم كلهم انهم من اكبر مواهب مصر، لكن الانا والايجو والبحث عن الاضواء كان سبب في نهايه كاريرهم بدري، والالتزام وانكار الذات خلت لعيبه زي النني والمحمدي قدروا يعملوا مسيره احترافيه عنهم رغم ان هم اقل في الموهبه. بس هل دي المشكله الوحيده اللي بتواجههم؟ ما سألتش نفسك ليه تقريبا كل المحترفين اللي خرجوا من الاهلي والزمالك فشلوا باستثناءات بسيطه؟ او ليه معظم نجاحات المحترفين بتبقى بره الاهلي والزمالك؟ صلاح، المحمدي، النني، مرموش، اللعيب اللي بره الاهلي والزمالك بمجرد ما يتالق فتره الناشئين بيتصعد للفريق الاول، فرصه لعبه وتبقى اكبر، وبمجرد ما يجي له عرض احترافي او فرصه معايشه بيتساب يحترف. تعرف مين ده؟ مش مجمع صح؟ وحتى لو عرفته مش تبقى عارف هو بيلعب فين دلوقتي. ده اسمه عمر فايد، كان مدافع لمقاولين العرب، خرج وهو عنده 19 سنه لفنربخش التركي، وهو دلوقتي 22 سنه وطلع اعراض في بلجيكا وصربيا ورجع تاني لفنربخش. طبعا ما حدش من الاعلام اتكلم عن اي حاجه خاصه بيه. تعرف ليه؟ عشان ما خرجش من الاهلي والزمالك. عمر حتى لو ما نجحش هيبقى تعرض للشكل الصح للمحترف. هنا هو خرج في سن صغير، فبتلاقي عنده فرصه ان هو يجرب ويغلط، وكمان هيكون عنده قابليه لاي حاجه عشان يتعلم، وده بيخلي الضغط عليه اقل بكتير. خلينا ندي نموذج نجح بنفس الطريقه. عمر مرموش بدأ في وادي دجلة وهو لسه ما كملش 17 سنة، احترف في الفريق الرديف الفورسبورج الألماني، فما حدش كان يعرفه، فما كانش عليه أي ضغط ولا حد مستني منه حاجة. والله لما طلعت وانا مش مشهور تقريبا ساعدتني كتير ان انا طالع مش عليا ضغط، طالع عامل اسم لنفسي، بس لسه انا في بدايه مشواري ولسه قدامي ان شاء الله كتير. ده خلاه يبقى لاعب طبيعي ويلتزم ويحاول يطور من نفسه، فرد في مجموعه ما عندهوش الانا اللي بيكتسبها اللاعب الموهوب في مصر. طب اسمع كده مرموش كان عايز ايه قبل ما يلعب في السيتي؟ ايه الدوري اللي نفسك تلعب فيه؟ دوري انجليزي. دوري انجليزي. ايه الفريق اللي نفسك تروحه؟ توب 6، يعني اي حد من السته اللي فوق يبقى زي الفل. ده غير ان مرموش كسر فكره ان اللاعب لازم يبقى من الطبقه الشعبيه عشان يبقى ملتزم وينجح، بس الفكره انه ما دقش الشهره في مصر، عكس لعيب الاهلي والزمالك. الاعلام والجماهيريه اللي متسلطه عليه طول الوقت بتزود عنده الايجو والاحساس بالانا، حتى لو احترف في سن صغير هيبقى عايز ياخد نفس الاهتمام اللي بياخده في الاهلي والزمالك. ان في اللعيب لما بيطلع هو صغير، لما بيطلع هو مش نجم، لما بيطلع هو ما عملش فلوس، بيبقى نجوميته وفلوسه وشهرته في اوروبا، بيبقى كل حياته هناك. رمضان صبحي كان نجم الاهلي، جات له فرصه احتراف في ستوك سيتي في الدوري الانجليزي وهو عنده 19 سنه بس، وده سن احنا مش متعودين ان اللاعب يتساب يحترف فيه، وخصوصا لو من الاهلي والزمالك. بس رمضان صبحي كان فارق عن اي حد في مصر، فكده الدنيا تمام، السن صغير وفرصه احتراف في اقوى دوري في العالم، وكمان عارف ايه اخطاء اللعيبه اللي قبله. واحد مثلا يكون يعني رجع عشان الغربه بالنسبه له صعبه، واخد على عيشه بره، فرجع مصر لقى نفسه ما بيلعبش، فقال لك ليه؟ طب ما انا كنت بلعب في فرقتي فرجع العب في فرقتي. حد مثلا مشي في طريق غلط، فانا بتلاشى الحاجات. امال ايه اللي خلاه يفشل وما يكملش؟ اشتياقه للشهره وان الناس كلها عارفاه، فلما يبدا يقعد على الدكه حتى لو في الدوري الانجليزي بيلاقي الاعلام والشهره اللي حققها في مصر راجع له تاني، وبتقيم تجربته من قبل ما تبدا، مع ان ده الطبيعي وساعات كمان بيبقى متفق عليه عشان يبدا يتاقلم. يعني انا اول ما رحت المدرب قعد معايا فقال لي انت لسه جاي عشان تاخد على الاجواء والكلام ده، وانت لسه سنك صغير، انت ممكن السنه ديت ما تلعبش معايا مثلا 50% من الماتشات. يعني هو قال لي ممكن ما تلعبش معايا 50%، ممكن ما تلعبش صحيح. فانا كمان عديت النسبه اللي هو قالها. خد بالك اللعيب الموهوب ده راس ماله الجماهير، ما بيعرفش يتالق غير في وجودهم، وده جزء من فشل تجربه رمضان صبحي في بيراميدز. كمان انك تختار نادي مش مناسب لاسلوبك وامكانياتك لمجرد ان هو اعلى عرض مالي. يعني رمضان صبحي راح ستوك سيتي، فرقه ضعيفه ولسه صاعده وبتدافع، فانت مستني منه يتطور في ايه؟ في الدفاع. بتلاعب اللي هو زي ما بيقولوا في انجلترا التوب 10. فانت لما بيلعبوك اوريدي انت بتبقى انت بتدافع، انا بدافع يا بيه. بس بالظبط انا بدافع مع اللي بيدافعوا. انت حتى لو جالك الكوره بقى اللي انت عايزها دي، انت بتبقى خلصان بقى. بقى 70 دقيقه بدافع. فتقدر تقول كده ان اللعيبه اتعلموا من الاخطاء اللي قبلهم، بس مش عشان ينجحوا، عشان الانا اللي اتحولت مع مرور الوقت انهم بدل ما يعملوا مشاكل بره يرجع يلعب في مصر، وزرار الشهره والانا هيشتغلوا تاني. من صغري وانا كان نفسي امنيه حياتي ان انا العب في نادي الزمالك. ابن النادي. الاهلي والزمالك دايما بيخش في صراع مع المحترفين. اول لما اللاعب يجي له عروض احتراف بيبدا يخش في دايره مماطله من النادي، والنقطه دي بتموت مسيره اللاعب حرفيا من قبل ما تبدا. رفض الاهلي والزمالك هنا بيبقى على حساب اللاعب. اصل معلش يعني انا جماهيري هتنفخني لو عملت كده، خاصه لو الفريق خسر بطوله او اداؤه قل، فلازم امهد لهم الاول او على الاقل الاقي بديل. بس في الفتره دي بتبدا تحصل احداث مكرره ومضحكه في نفس الوقت. بيبدا اللاعب يخش في ازمه ان انا عايز احترف، ومشاكل مع الاداره ما بتتسابش غير لما يتصدر لجمهور. هو اللي عايز
عايز يحترف مش احنا اللي عايزينه يمشي، فاللاعب يضطر يطلع يقول والله انا ابن النادي بس بحلم بالاحتراف، ولو رجعت مش هرجع غير على النادي. بس الامور دي من منظور الانديه منطقيه. هقول لك ايه اللي مش منطقي بس قدام شويه. الاهلي والزمالك اكبر فرقتين في افريقيا، وسيطرتهم دي جايه من انهم ما بيفرطوش في مواهبهم بسهوله، عكس الانديه الافريقيه وانديه شمال افريقيا اللي الاولويه عندهم هي الاحتراف. ودي مش شطاره منهم، ده جاي من انهم مش هيقدروا يدفعوا الفلوس اللي بيدفعها الاهلي والزمالك ومؤخرا بيراميدز عشان يعرفوا يحافظوا على لعبتهم، لان صرف فرق الدوري المصري اعلى من اي دوري تاني في افريقيا. حتى لو احنا رجعنا بالذاكره كده لكل محترفين الاهلي والزمالك، هتلاقي دايره المماطله من النادي للاعب بتاخد فتره كبيره، لان انت لو اتنزلت عن نجم فريقك او الموهبه الصاعده عندك فانت كده بتاثر على الفريق، وده ممكن يخليك تفقد المنافسه على البطوله، وده شيء مستبعد من انديه سواء ادارتهم او من جماهيرهم، فبيضغطوا عليه ويضطروا يدفعوا له مبالغ مشابهه للي جايه له من الفرق الاوروبيه، بس ايه مع وعود للاعب بالاحتراف في المستقبل. بس انت كده من غير ما تحس بتاخر الموهبه عندك، فبتلاقي سنه قرب لنص العشرينات وبتطلب مبلغ كبير عشان تتنازل عنه، ومش بتلاقي انديه اوروبيه هتدفع اللي انت طالبه في لاعب المفروض ان هو جاهز وفي البرايم بتاعه. ابراهيم عادل بقالنا سنين بنقول لازم يحترف لحد ما بقى سنه 24 سنه، طبعا هو اخد وعود من بيراميدز بالاحتراف، بس اتفاجئنا بقرار ان هو احترف في الجزيره الاماراتي. خطوه غريبه صح؟ بس ايه القصه بقى؟ لما بيراميدز اخد بطوله افريقيا ابراهيم عادل قال لهم خلاص بقى احترف، طبعا اسعار اللعيبه في الدوري المصري بقت عاليه، فبيراميدز اضطر يوديه الخليج، بس باع له انه عشان الجزيره الاماراتي تبع السيتي جروب اللي بتملك فريق زي مانشستر سيتي وجيرونا الاسباني وغيرهم، فانه هيطلع من هناك على اي فرقه تبعهم. كل ده عشان مش هتلاقي فريق اوروبي عنده استعداد يدفع مبلغ زي ده في واحد عنده 24 سنه مهما كان موهوب، لان نسبه فشله كبيره بسبب السن. انا نسيت اقول لك على حاجه، محمد عبد المنعم ومصطفى محمد محكوم عليهم بالفشل من قبل ما يطلعوا. مصطفى محمد طلع لجارتا سراي وهو عنده 24 سنه، ومحمد عبد المنعم طلع نيس الفرنسي وهو عنده 25 سنه، وطبيعي اول ما اللاعب ياخد فرصه للاحتراف بيبدا يخش في صراعات جديده وهو مش متعود عليها، التزام واجواء وكره مختلفه، ده غير الاصابات، فده بيخليه يتصدم بالواقع ان هو لازم يبدا من الاول تاني، وانه يحاول يطور نفسه عشان يقدر يلعب، وحتى لو لعب وتالق بعد المعاناه مش بيلاقي نفس الشهره السريعه اللي كان بيلاقيها في مصر، وهيلاقي نفسه قرب على سن ال30 ولسه ما عملش حاجه، فبيحسبها بالمنطق يعني ولا لعب ولا شهره ولا فلوس، فالطبيعي والواقعي ان هو هياخد شنطته ويرجع على مصر. طبعا في سؤال منطقي ممكن يكون جه في دماغك، ليه محترفين الجزائر والمغرب وكوتيفوار مثلا بينجحوا اكتر مننا رغم انهم بيمروا بنفس الظروف تقريبا؟ الاجابه عشان ما عندهمش خيار تاني، ما عندهمش فريق في الدوري المحلي هيقدر يدفع مرتباتهم اللي بياخدوها بره او حتى يفكر يشتريه، وما عندهمش نفس البروباجندا اللي بتحصل على اللعيبه في الدوري المصري، فما فيش حل غير الالتزام للنجاح لان ما فيش بديل عنده، عكس اللاعب المصري اللي عنده خيار تاني. فالمنطقي بالنسبه له ان هو يرجع على مصر ويحقق نفس الشهره والفلوس ويعيش بعيدا عن وجع الدماغ. يا راجل ما عندناش يا راجل بقى. واحنا فعلا ما عندناش ولا النظام هو اللي غلط؟ عارف محمد عبد الله ناشئ الاهلي او محمد حمد ناشئ الزمالك؟ اللعيبه دي من اهم مواهب مصر في الجيل بتاعهم، اللعيبه دي لو ما لحقناهاش هتبقى نسخه من اللي قبلهم. يعني ايه الفرق بينهم وبين عمر خضر اللي كان بيلعب في زد ودلوقتي في استون فيلا رغم انهم نفس السن؟ عمر خضر هيخش في نفس دايره صلاح ومرموش، خرج في سن صغير من غير شهره وهيخش جوه السيستم الاوروبي اللي بيساعده على التطور، فاكيد نسبه نجاحه هتكون اكبر في المستقبل. محمد عبد الله ومحمد حمد هيتركنوا شويه ويفضلوا يلعبوا ناشئين لحد سنهم ما يقرب ل 21 سنه، وبعدين يتم اعارتهم لاحد الفرق العشوائيه في الدوري. اهم حاجه ياخدوا خبره، خبره، فهيخشوا في نفس الدايره المظلمه اللي حصلت لمحمد عبد المنعم لما راح فيوتشر ومصطفى محمد لما راح طنطا، ويرجع يحصل نفس اللي حصل معاهم. الحقيقه احنا ما بنشوفش الكلام ده غير لما المنتخب يبقى في حاله مزريه بجميع مراحله، بس انا عملت اللي عليا وطرحت لك كل حاجه ليها علاقه بالمحترفين. اتمنى صوتي يوصل لحد من المسؤولين، وتدور عليك في اللايك والشير والسبسكرايب وتتابعني على الانستجرام، واوعى تنسى بيجي فيسبوك هنتكلم هناك براحتك، كل ده هتلاقيه في الديسكريبشن. مستني رايك وسلام.